السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو حلو قوي وسهل وجميل. نفسنا ناكل حواوشي بس ما عندناش لحمه. هنعمله بالفراخ بس بطريقه سهله جدا وبسيطه. نص كيلو من صدور الفراخ هتعمل لنا كميه حلوه قوي من الحواوشي. خليكي معايا في الفيديو للاخر وان شاء الله الفيديو يعجبك. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتحطي لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير. معانا اول حاجه نص كيلو من صدور الفراخ هنحط عليهم بصلتين متوسطين. الاول هنجيب الكبه بتاعتنا ونفرم البصلتين فرم خشن كده زي ما احنا شفنا. وبعد كده هنضيف عليهم حوالي 3 قرون من الفلفل الرومي وقرنين من الفلفل الحامي لو بتحبوه سبايسي زي ما احنا شايفين. ويفضل طبعا يكون متنوع الفلفل ما بين احمر واخضر عشان يدينا لون حلو وتست حلو قوي لخلطة الحواوشي. حطينا الاول بصل فرمناه بشر خشن، بعد كده ضفنا عليه الفلفل وبعد كده فرمناهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده. عايزين الخلطة تكون ناعمة وهنسيبها زي ما هي بميتها. عايزين نستفيد بمية البصل والطعم بتاع الفلفل معاه. بعد كده يا ستي هنجيب البولة بتاعتنا وننزل بقى بالتوابل اللي هي عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا مش فاكره نسيت انا قلتها ولا لا. وبعد كده هننزل عليهم كمان بالبصل المبشور في الكبه مع الفلفل زي ما احنا شايفين. بطريقه سهله جدا الحواوشي هيطلع معاكي في منتهى الجمال وهيطلع زي اللحمه بالظبط بطريقه سهله جدا. وان شاء الله الكميه دي من صدور الفراخ هتعمل لك عدد ارغفه حلوه قوي. بعد كده هنجيب بقى معانا معلقه من صويا صوص، وعايزه اقول لك ان هي بتدي تيست حلو قوي، بتعلي التيست بتاع حواوشي الفراخ ده. وعامه الصويا صوص مع الفراخ بتليق قوي وبتديها طعم حلو. بس لو انت مش متاح عندك صويا صوص خلاص مش مهم تضيفيها للوصفه. بعد كده هنجيب بقى صدور الفراخ، نص كيلو من صدور الفراخ زي ما قلنا، وهنكون غاسلينهم كويس قوي بالملح والليمون ومصفيينهم. وبعد كده هننزل بيهم في الكبه بتاعتنا ونبتدي نفرمهم فرم ناعم علشان لما نضيفهم بقى للخلطه بتاعت البصل والفلفل والتوابل تبتدي تشرب البصل والميه بقى والتوابل والحاجات دي وتبقى وتاخد الطعم الجميل منها. تمام كده هنفرم فرم ناعم زي ما قلنا. وبعد كده هنفضي صدور الفراخ اللي احنا فرمناها على الخلطه زي ما احنا شايفين ونقلبها طبعا كويس قوي قوي علشان كل الخليط كله يتجانس مع بعضه زي ما احنا شايفين وكله يشرب من بعضه كده وايه والفراخ تشرب من طعم البصل والفلفل وكمان الصويا صوص والتوابل اللي احنا حطيناها. بعد كده يا ستي هنبتدي بقى نجيب العيش بتاعنا قبل ما نزفر ايدينا كده. نسيت اقولك طبعا ان انت لو عندك حته ليا تقدري تفرميها مع الفراخ وهي بتتفرم. ما عندكيش هتعملي زي كده وتضيفي معلقتين من السمنه على معلقتين من الزيت. قبل بقى ما نزفر ايدينا ونبتدي نقلب الخلطه بتاعتنا هنجيب العيش بتاعنا. العيش هنا ده عيش بتاع بطاقه التموين زي ما انت شايفه الحجم بتاعه مش كبير قوي. هتبتدي نجيبه وهنا المكونات عندنا عملت 10 ارغفه من الرغيف بتاع التموين اللي بالحجم ده اللي انت شايفاه. تمام كده هنبتدي نقطع رغيفة العيش او نقصها كده من المقص من فوق بحيث ايه نعرف نحشي العيش بتاعنا. وزي ما انت عايزه بقى عايزه تقصيها بالمقص تفتحها بالسكينه بايديكي براحتك خالص. بس انا ايه عملتها بالشكل ده كنت شفته مره يعني وعجبني فقلت ايه ابقى اعمله. تمام كده قطعنا كل مقدار العيش اللي احنا هنستخدمه وبدأنا نقلب الخلطة. هنقلبها كويس قوي. وطبعا لو حابة تحطيها في التلاجة شوية كده قيمة نص ساعة حطيها هتتشرب وتبقى في منتهى الجمال. مستعجلة زي خلاص يا ستي اعمليها وخلاص. طبعا إيه لو في اي حاجات كده من اللي بتبقى في صدور الفراخ اللي هي العروق ولا حاجة طبعا يفضل ان احنا نشيلها عشان مش هتبقى حلوة قوي ايه في السوا وهتبان ايه وبعد كده هتشد معانا واحنا بناكل الحواوشي. هنبتدي نجيب العيش بتاعنا ونفتحه كده ونبتدي بقى ناخد قطعة قطعة كده حوالي كرة كده ملو كف ايدينا ونبتدي ندخلها في العيش ونحشي زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة. ونحاول نساوي الخلطة بتاعت الحواوشي جوه العيش ونفردها كويس قوي علشان تبقى مالية الرغيف ما يبقاش فيه حتة فاضية وحتة مليانة. وساعة السوا كمان كله يستوي بنفس درجة السوا ما يبقاش فيه حتة مستوية وحتة لا. زي ما احنا شايفين هنبتدي نعمل. والمقدار هنا عمل معانا 10 ارغفه زي ما قلت لكم في اول الفيديو. يعني كميه حلوه قوي تكفي اسره من 5 افراد. تمام خلاص كده هنبتدي نخلص بقى كل الكميه نعملها مع بعض. والسوا انا هسويه في على البوتاجاز من فوق. ولكن انت لو حابه تدخليه في الفرن دخليه. عايزه اقول لك يعني ايه ان ايه دي يعني دي انا عامله 9 بتاع الرغيف العاشر. انا عملت 9 بس بقول لك ان هي خدت 10 ارغفه.
تمام كده. هنبتدي بقى نجيب على عين البوتاجاز من فوق، هنجيب الصينيه بتاعتنا ونبتدي نحط شويه من الزيت شويه من السمنه، او تضيفي الاتنين. انا عملت مره بالزيت ومره بزيت وسمنه. وهنبتدي لما تسخن الطاسه بتاعتنا او الصينيه نبتدي ننزل بالعيش بتاعنا ونقلبه كده وكده في الاتجاهين. كل اتجاه ياخد معانا حوالي 5 دقايق، وهيستوي معاكي ويبقى زي الفل ومقرمش وفي منتهى الجمال. تمام كده. انا هو هحط هنا سمنه وزيت عشان اوريكي تقدري تضيفي اي نوع دهون عندك، زيت سمنه الاتنين المتاح مش هيخسر، وكمان الزيت والسمنه بيديله طعم احلى من الزيت بس. تمام كده. زي ما انت شايفه هتقلبي على كل جنب 5 دقايق، هيطلع معاكي بالشكل الجميل الخطير دوت. هو اول اتنين وانا بصورهم كده بخرجهم من الصينيه، الكاميرا كانت مطفيه ما كانتش بتصور. تمام. هبتدي بقى اخلص كل الكميه، مش بياخد معايا وقت خالص طبعا، لما بنعمله من فوق مش بياخد وقت زي الفرن. وكمان الجو حر، لو فتحنا الفرن هيسخن لنا المطبخ وهنتحر وكده، فهنا بقى هياخد معانا ايه وقت قليل وسريع وبسرعه. وكده كده الفراخ مفرومه وما بتاخدش سوا، فهت ايه هتنجز معانا بسرعه الوصفه. زي ما احنا شايفين كده شكله تحفه وجميل وفي منتهى الجمال. زي ما انت شايفه بدات اهو اطلع وقربت خلاص اخلص الكميه بتاعتي زي ما انت شايفه. وعملنا كمان معاه سلطه الطماطم الحلوه اللي احنا بنحبها، او السلطه الخضراء. عملنا كمان سلطه الطحينه. وزي ما انت شايفه الكميه هي خلصت معايا في منتهى الجمال، مقرمش ولونه خطير وطعمه في منتهى الجمال. ما تنسيش تحطي معلقه الصويا صوص لو متاحه عندك، لان هتودي الحواوشي في حته تانية خالص وتخليه طعمه جميل جدا، وتديله كده يعني شمخه حلوه قوي للحواوشي بتاع الفراخ. خصوصا ان الصويا صوص بتليق قوي مع الفراخ، يعني في التتبيلات. لو تتبيله هتشوي فراخ او تعملي كمان بانيه، هتديكي طعم وتست حلوه قوي للفراخ. تمام كده. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم، واتمنى لو انتوا اول مره تشوفوني مش مشتركين تشتركوا وتدعموني علشان اخلص الشهور بتاعه القناه بتاعه اليوتيوب. ويا رب يا رب كل الوصفات اللي انا بقدمها تكون بتعجبكم، واشوفكم على خير دايما ان شاء الله. فيديوهات جايه كتير، وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق وتقولوا لي رايكم ايه في الحواوشي اللي بالفراخ. واشوفكم على خير ان شاء الله. فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.